النهاردة هعلمك ازاي تخلي النرجسي مهووس بيكي، هيتجنن عليكي، عايزة تكملي معاه في العلاقة ومش قادرة تسيبيه، عايزة تكملي معاه في العلاقة لأي سبب من الأسباب ومش عايزاه هو كمان يسيبك ويتخلى عنك ويرميكي. هديلك الطريقة اللي تخلي النرجسي فعلا مغرم ومهووس وما يقدرش يستغنى عنك أبدا. بس مش معنى انه هيبقى معاكي الطريقة دي انك تستخدميها غلط. انا هقولك المعلومات اللي انت محتاجة تعرفيها، بس المعلومات دي خطيرة، خلي بالك لو استعملتيها غلط ممكن تأدي معاكي لنتيجة عكسية. وهسيبلك انت بقى ذكاء المرأة وفتنة وحكمة الست في ازاي تتعامل وازاي تتلاعب بالنرجسي. الطريقة دي علشان تقوي نفسك، مش عشان تعذبي بيها النرجسي. برضو بلاش الروح الانتقامية، لأن ده هياخد من روحك ومن طاقتك الإيجابية، وهياخد من جمال نفسك الحلوة. مش عايزة يبقى جواكي روح انتقامية، عايزة يبقى جواكي روح دفاعية، انت بتدافع عن نفسك بالأساليب اللي هقولها لك. في مرحلة الإلقاء والتخلي أو الديسكارد بيبقى النرجسي مش مهتم بيكي أصلا، بيبقى خلاص حاسس انه مش هيقدر يطلع منك أي حاجة تانية، ده آخرك معاه. مفيش عندك الحاجة اللي هو يقدر يستفيد منها، ما انت كده كده بتديله اللي هو عايزه. كل السبلاي او كل الوقود اللي محتاجه انت بتديهوله. دايما معجبة بيه، دايما مهتمة بيه، دايما مستنياه، دايما خايفة على زعله وبتدوري على ارضائه بكل السبل. خلاص زهق، بيحس بالملل من ناحيتك. كمان لما بيبقى ضامنك قوي وعارف انك مش هتسيبيه ولا ليكي مكان تاني تروحيه، بيبقى واخدك كده كأنك أمر مسلم بيه. يعني هتروحي فين؟ هو انت ليكي مكان تاني تروحيه؟ يعني هتعملي ايه؟ ما انت لا عندك فلوس ولا عندك، واهلك مش هيستحملوكي، وملكيش مكان تاني تروحيه، والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. ساعتها ما بيبذلش اي مجهود ابدا علشان يحافظ على العلاقة اللي بينكم. هو بس بيبذل مجهود في الاول لما بيحاول يخليكي تقعدي، او لما بيحاول يأمنك من الاول كمصدر للوقود. غير كده مش هيقدم اي حاجة عشان العلاقة دي تنجح. المفروض بالنسبة له ان انتي اللي تبذلي كل الجهد عشان العلاقة دي تنجح. لكن طول ما انتي موجودة وعارف انك مضمونة، وعارف انه هياخد منك اللي هو عايزه في اي وقت من غير اي مجهود منه، مش هيعمل مجهود ولا حاجة. مش هيعمل مجهود الا عشان يجهزك تبقي مصدر امداد للوقود، او عشان يرجعك ترجعي تاني مصدر للامداد بالوقود. علشان بقى تخليه مهووس بيكي، فانت محتاجة اولا انك تفهمي ازاي هو بيفكر. دلوقتي خلاص العلاقة انتقلت من مرحلة الحب الذهبية لمرحلة تخفيض القيمة او الديفالويشن. وده لما بيبدأ النرجسي يفقد اهتمامه بيكي، بيحاول يقلل من قيمتك. ولو عايز يكمل معاك العلاقة زي الناس الطبيعيين، بدل ما يقلل من قيمتك او يعمل لك الديفالويشن، طب ما يحبك، ما يحبك اسهل، ما يقدرك، ما يعرف قيمتك، ما يحافظ عليكي. لكن طبعا هو مش طبيعي، ده مش ممكن يحصل لانه انسان مش طبيعي. كمان ده مش ممكن يحصل بطريقتك السلبية اللي انت بتتعاملي معاه بيها. مجرد ما يحس انه مش مهتم بيكي، ما بقاش فيكي حاجة تشده او تثيره، خلاص اتحولتي في نظره من كل شيء جميل لكل شيء سيء. مع انك ما اتغيرتيش، انت زي ما انت،
بس هنا الموضوع ملوش علاقة بيكي انت، الموضوع له علاقة بيه هو، المشكلة فيه هو. تعالي كده نفتكر مع بعض الصفات اللي في النرجسي، الصفات السيئة السلبية. النرجسي بيكره نفسه، ما بيقدرش نفسه، عنده تقدير للذات متدني جدا، ثقته في نفسه قليلة منعدمة، احترام نفسه كمان متدني جدا، عنده عقدة نقص. كل دي صفات في النرجسي. دلوقتي بقى اربطي الصفات اللي انا قلتها لك دي باحساسه لما يحس ان انت آه يعني بتديله كل الحب وكل الاهتمام. هو حاسس ان انت مش مثيرة ليه خلاص، هو مش عايز منك حاجة، انت بتديله كل حاجة من غير ما يطلب. تخيلي صفاته دي واحساسه دلوقتي بيكي يخليكي تحبيه. اول ما يحس انك بتحبيه او انك مصممة تكملي حياتك معاه، بيتحول فجأة لواحد مش مهتم اصلا، ولا باقي عليكي ولا عايزك اصلا. وبيختار بقى ساعتها الديفالويشن، يقلل منك. الموضوع تاني بقولها لك ملوش علاقة بيكي. النرجسي ما بينجذبش لأي حد مهتم قوي بيه الاهتمام الأوفر وواقع في حب وفي غرام، ما بينجذبش للي بيقدره. لو حس انك بتحبيه ومقدراه وبتخافي منه وعامله له يعني ربنا فوق وهو تحت، هيكرهك وهيهملك. وتفضلي انت بقى تسألي نفسك ليه الغضب ده كله، ليه الكره اللي انا بحسه جواه ده، كل ما احبه واهتم بيه اكتر احس انه بيكرهني اكتر، ليه بيتصرف بطريقة عدوانية وبطريقة سلبية معايا كده، ده انا حتى طول الوقت ببين له اني بحبه ومهتمة بيه. الحب بيفكر النرجسي بعيوبه، لان النرجسي بيكره نفسه. عشان كده لو كنت بتحبيه يبقى اكيد في نظره انت عندك مشكلة، هو مش شخص كويس، هو شايف نفسه مش شخص كويس في حقيقة نفسه. على فكرة مش النفس الزائفة دلوقتي اللي بتكلمه، ده في قرارة نفسه وفي اليقين بتاعه وفي أعماقه هو متأكد إنه شخص سيء، إنه مسيء، إنه مؤذي. هو عارف كويس قوي إنه مسيء ومؤذي. فتخيلي كده معايا، هو شايف إن هو مسيء ومؤذي ومع ذلك أنت بتحبيه، فهو بيفكر أنت مجنونة يا بنتي، ده انا باذيكي، ده انا بضرك، ده انا بسيء ليكي طول الوقت، بتحبيني ازاي، انت اكيد فيكي حاجه غلط. كمان بيعرف انه اكيد في مرحله من مراحل العلاقه بينكم هتعرفي وهتفهمي قد ايه هو مش كويس وهتسيبيه، مش هتقبلي عيوبه دي وهتسيبيه من اول يوم قبلك فيه، وهو عارف ان علاقتكم مش هتستمر لان هو هيفضل سيء ومش هيتغير. فبدل ما الخوف يسيطر عليه ويبتدي يغير من نفسه لحسن انت تسيبيه، بيزيد في إساءته ليكي وبيزيد في إنه يبقى وحش أكتر وأكتر. عشان كده خلق هو بقى جواه النفس الزائفة أو الوهم، بيستخدم كل أساليب التلاعب بيكي، إسقاط بقى وجاز لايتنج ولوم وإحساس بالذنب بيحسسك انتي بالذنب عشان يفضل حطك تحت سيطرته طول الوقت، وفي نفس الوقت يقلل من شأنك ويحقرك ويعمل لك ديسكارد كمان، إلقاء وتخلي، ويروح لغيرك من غير ما يتعاطف معاكي ولا يبصلك حتى. النرجسي طول الوقت حاطك في دماغه، بيغير منك ومن صفاتك الجميلة الإيجابية، وبيقارن بينها وبين صفاته السيئة. هي ازاي طيبة كده، هي ازاي متسامحة، أنا مش عارف أعمل ده، أنا مش عارف أسامح، أنا مش عارف أبقى مش عدواني مع الناس، مش عارف هي ليه كده، أنا بكرهها.
عايزة بقى النرجسي يبقى مهووس بيكي وما يقدرش يبعد عنك؟ اوعي تحسسيه انك مهتمة بيه او مدلوقة عليه او بتحبيه اوفر. خليكي عادية. حسسيه انك فقدتي اهتمامك بيه، وانه عندك احساس بالملل من العلاقة، وعندك نفور كمان من العلاقة، انك مش حاسة انك بتحبيه زي الاول. بقولك حسسيه، مش قوليله، حسسيه. تفرق كتير لما تحسسيه بالتصرفات وبالافعال. يعني مثلا ما يبقاش طول الوقت طول ما هو في البيت انت قاعدة لازقة جنبه، لا، انشغلي عنه بحاجة. قومي اعملي اي حاجة، اقعدي مع اولادك، اقعدي لوحدك، اقري كتاب، امسكي موبايلك، اتفرجي على التلفزيون، اشتغلي اعمال يدوية، اطبخي. انشغلي عنه. ما تبقيش طول الوقت وطول ما هو في البيت عايز شاي، عايز كيك، مالك، بتفكر في ايه، كلمني، يلا نخرج، يلا نتفرج على فيلم سوا، يلا. مش طول الوقت هو محور اهتمامك، مش طول الوقت انت بتفكري فيه. وتبقى انت فاكرة ان انت كده بتشغليه وبتشغلي وقته، وخايفة لحسن مثلا يعرف حد غيرك، وخايفة ان وقته يكون بيقضيه مع حد غيرك على على السوشيال ميديا مثلا، او على ايا كان، او خرج يقعد مع اصحابه، او تفضلي انت تلحقيه وتقولي لا انا عايزة احوط عليه. لا، انت كده مش بتحوطي عليه، انت كده بتخليه يعملك الديفالويشن بدري بدري. الإلقاء والتخلي هيبقوا بدري جدا. جربي إنك تنشغلي عنه، جربي يوصل له إحساس إنه مش محور الكون بالنسبة لك، إنه مش كل حاجة في حياتك، لا أنت عندك حاجات تانية. ساعتها بس هيخاف وهيفكر ألف مرة لحسن يفقدك. هيفقدك وانت المصدر الرئيسي للوقود بالنسبة له، وهو ما يقدرش يعيش من غير الوقود. هيفضل يفكر وينشغل باله ازاي يرجعك تاني للي كنت فيه. هيبدأ يعمل مجهود تاني عشان العلاقة تستمر. يبقى بلاش الاهتمام الأوفر اللي بتعمليه بدون وعي، بلاش الاهتمام اللي انت اتعودتي عليه خلاص من أول العلاقة. بتخافي منه، قطع علاقتك بكل الناس علشانه، حاسة انه محور الكون، بتكلميه كل 10 دقايق أو بتبعتيله رسالة، ما وراكيش غير ازاي ترضيه، بتعملي كل اللي هو بيحبه وأكتر بكتير كمان. كل ده بيحسسه انه مهم جدا بالنسبة لك، ان مفيش حاجة في حياتك غيره. كان في حالة كلمتني وقالت لي ان زوجها بيقول للناس انا مراتي دي انا كل حياتها. شفتي هو شايفك ازاي؟ مش هي كل حياتي، لا، انا كل حياتها. هو عارف ان ما وراكيش غيره، هو رقم واحد واي حاجة تانية تيجي بعديه، هو متأكد من ده. وكان بيقول كده لمين؟ لنيو سبلاي، لواحدة جديدة. تخيلوا. اللي انت بتعمليه بيخليه يبعد عنك ويزهق منك. جربي تهمليه شوية، ما تخليهوش محور الكون، ما تخليهوش رقم واحد في حياتك. هتلاقيه بدأ يعمل شوية هوفرنج بقى على طول. ليه؟ عايز يرجعك تاني، عايز يضمنك تاني، يبدأ يطاردك، يبعتلك رسايل، يكلمك، يقولك أنا عايز أخرج معاكي، يطلبك للعلاقة، يحاول يعني يعمل مجهود اللي هو مش متعود انه يعمله اصلا.
كل ما بيدخل من باب الشقة كده بيلاقيكي على سنجة 10، وبيلاقيكي مهتمة والابتسامة الحلوة على وشك ومستنياه وعاملة له الأكل اللي هو بيحبه ومخلية البيت كله هدوء وراح. كل ده جميل جميل جميل، وانتي فعلا رائعة وزوجة مثالية، بس للزوج الخاطئ، للشخص الغلط. هو مش عايز ده، هو عايز يسيطر عليكي وعايزك تفضلي كده طول العمر، وفي نفس الوقت يزهق ويمل. عشان تعرفي انه شخصية مريضة، اللي بيرضي الناس كلها، والناس كلها والرجالة الطبيعيين بيدوروا عليه في ستاتهم وفي مراتاتهم، هو مش عايزه، هو بيتضايق منه. عايزه علشان يفضل مسيطر عليكي ومتحكم فيكي وضمنك على انك المصدر الرئيسي للوقود بالنسبة له، وفي نفس الوقت يقلل منك ويحقرك ويرميكي لما تعملي كل ده. شفتوا قد ايه شخصية يعني مريضة، شخصية مريضة. حسسيه بقى ان هو مش كل حاجة في حياتك، حسسيه ان ليه اهتمامات تانية. انا هروح النهاردة اقابل واحدة صاحبتي عشان عندها مشكلة، لازم اروح لاختي علشان بتعمل كذا كذا وانا لازم ابقى معاها. انا هاخد الاولاد ونخرج النهاردة نتفسح شوية. مش لازم تستنيه، مش لازم يبقى خروجتك مع اولادك يوم الجمعة علشان هو هيكون موجود وهو اللي هيفسحكوا وهو لا. لا، لا. انا لقيت مكان كويس، في كيدز اريا مثلا، او في ملاهي حلوة، او في اي، وهاخد الولاد واخرج. يحس ان انتي مش قاعدة مربوطة عشانه. النهاردة انا هاخد الولاد ونروح مثلا مكتبة، هروح النادي، هروح مع الاولاد التمرين، وبعدين هقعد مع واحدة صاحبتي حسسيه ان ليكي حياة، ان ليكي وجود، مش هو كل حياتك. مش يلا بسرعة بسرعة اخلص التمرين عشان بابا في البيت. مش هينفع اقابلك النهاردة حبيبتي عشان هو اجازة. مش هينفع النهاردة اتصل طول ما هو موجود في البيت، ما ينفعش حد يكلمني ولا يتصل بيا. يلا يا ولاد شيلوا الفيشة بتاعت التليفون واقفلوا موبايلاتكم عشان بابا موجود في البيت وهو ما بيحبش حد يتصل بينا. طب ما انتي اللي بتعملي كده، انتي اللي بتوصليه لانه يبقى محور الكون، وهو عارف انه محور الكون، وعارف انه كل حياتك زي ما صاحبنا قال للسبلاي الجديدة بتاعته. انا مش بحرض والله، مش بحرض الست ان هي تعصى جوزها، ولا ان هي ما تطيعوش، ولا ان هي ما تتفاناش في طاعته وفي ارضائه. ابدا، ابدا. انا كل اللي بقوله ادي اهتمامك وطاقتك وطاعتك للشخص الصح. وانس ان انت عرفتي انك مع الشخص الغلط، يبقى ما ينفعش اتعامل معاه بطريقة صح. طيب، احنا كل الدكاترة النفسيين وكل الناس واللايف كوتشز والباحثين وكله كله كله يعني اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العيشة مع نرجسي دمار، دمار وجحيم، ولازم تسيبيه. احنا بنقول كده. طيب اللي ما تقدرش تسيبه بتتعايش معاه. طب انا بديكي اسلوب للتعايش علشان ما تجيش بعد كده تقولي لي ده بيقلل من شأني، ده عمل لي إلقاء وتخلي، ده بيحقرني طول الوقت، بيتريق عليا قدام الأولاد، بيعمل وبيعمل وبيعمل. انت اللي بتوصليه انه يعمل كده. وعلى فكرة عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا. النتيجة اللي انا بقولها لكم دي انا ما وصلتش ليها في يوم وليلة. انا غلطت زيكم كتير 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 وسنين وسنين، ومعرفتهاش وما اتعلمتهاش الا مؤخرا. اتعلمت ان هي دي الطريقة الصحيحة علشان تتعاملي، او لو عايزة تتعايشي مع النرجسي يبقى هي دي الطريقة الصحيحة. لكن لو مش عايزة
وفضلتي ان انت تخرجي من العلاقة بسلامة عقل وبسلامة نفس وبسلامة روح، طبعا ده احسن لك، وبطاقتك وبمجهودك، وتوفري كل ده على صحتك وعلى اعصابك، لانك طول الوقت هتبقي كده مشغولة، مركزة، واعية، صاحية، دماغك بتفكر طول الوقت، وده بيستنزف من طاقتك ومن صحتك ومن مجهودك ومن رعايتك برضو لبيتك ولأولادك. انت مش طبيعية، مش زيك زي كل الستات الطبيعيين، لا، انت عاملة زي اللي عندها مريض في بيتها وبتتعامل مع المريض ده بطريقة معينة. ما ينفعش انها ما تركزش، ما ينفعش انها ما تفضلش مصحصحة طول الوقت، لازم تفضلي مصحصحة طول الوقت. طالما ارتضيتي انك تكملي وتعيشي، عيشي بقى بأقل الخسائر. مش عارفة كلامي النهاردة وصلكوا وعجبكوا؟ طبعا أنا بستنى كومنتاتكم بفارغ الصبر عشان أعرف آرائكم، و... وبتعجبني جدا جدا كومنتاتكم، وربنا يخليكوا ليا يا رب. عايزة دايما الوعي عندكم يزيد، عايزة دايما تعرفي وتفهمي وتثقفي نفسك طول الوقت، ثقفي نفسك. خلي يا ستي دي حاجة من ضمن الحاجات اللي تشغلك عنه، اللي تخليكي ليكي اهتمامات، خلي دي من ضمن اهتماماتك، انك تعرفي وتثقفي نفسك وتوعي، تبقي واعية، مش جهلة، مش محركك بالخيوط زي عرايس الماريونيت، لا، انا اللي بحركك دلوقتي بعد ما فهمت ووعيت وعرفت. انا اللي بحركك، انا اللي بعرف امتى اديلك شوية سبلاي وامتى امنعه عنك، ولما اديهولك بحساب، ولما امنعه ابقى عارفة انك هتيجي عشان تطلبه. ربنا يا رب يبعد عنكم كل شر ويحفظكم ويخليكم من الناجيات ان شاء الله. بالنسبة لموضوع الاستشارات الاونلاين، هحط لكم لينك في الديسكريبشن بوكس، وناس كتير طلبته مني. انا بدأت الاستشارات الاونلاين ومستنية تليفوناتكم، وانا تحت امركم في اي حاجة. اشوفكم الحلقة الجاية.